انا يعني بالنسبه لي انا شخصيا بعتبر اساسا المخرج ما هوش مجرد تكنيك، المخرج اساسا مفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المستمعين ومحبين عشان محدش مهتم. دي الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع. معانا ضيف طلبتوه جدا وبإلحاح يعني كسب الفوت، أستاذ به ميم. أهلا بيك. اهلا بيكي. المخرج الصاعد. فبما ان انت مخرج صاعد وانا بحب السينما، واول حلقة عملتها في البودكاست ده كله كان بتكلم فيها عن السينما وانا ليه بحب السينما، قررت اكرر الحلقة دي تاني بس مع حد ونقعد نتكلم عن السينما او يعني نخترق بعض النقاشات عن السينما. فاول سؤال انا حكيته او اتكلمت عنه في الحلقة الاولى عن ذكرياتي مع السينما، فانا هسألك نفس السؤال. ايه ذكرياتك مع السينما، او بشكل اخص ايه اول فيلم شفته في حياتك في السينما؟ اول فيلم صراحه، انا السينما بالنسبه لي مش مكان كنت بروح زمان وانا صغير، مش عشان حاجه، بس كنت ما بحب، يعني ما كنتش بحب السينما قوي الصراحه. ليه؟ ما كنتش شايفه حاجه كول انف، او ان انا كنت شاب روش وبتاع وكده، فحوار السينما ده بالنسبه لي مش اللي هو يعني، او الفن عموما. ولكن مع الوقت كبرت، فبقيت بحب اروح السينما قوي الصراحه. فكان اول فيلم رحته كان مثلا، والله ما فاكر قوي الصراحه، بس اظن اوبنهايمر مثلا. ده قريب قوي يعني. يا نهار اسود، ده قريب موت. انا لسه هقول لك فيلم 2003 ولا 2004. لا ده انا كنت بتفرج على صراحه، يعني اغلبيه قبل اوبنهايمر والحاجات دي كلها كنت بتفرج في البيت صراحه. ماشي، لو على البيت حتى. طب فاكر اول فيلم شفته كامل في البيت او كده ذكرياتك تفتكره؟ مش كده حتى في السينما. الافلام كنت دايما عند جدتي. فجدتي التلفزيون القديم موت ده وبتاع وكده، بالليل بننام نتفرج على فيلم حلو. فكان في ميكس ما بين افلام اللي هي روتانا سينما والكلام اللي مش هتغمض عينيك ولا حاجه. وكان في افلام هندي. دي كانت حاجه اوحش بكتير قوي يعني. ده اوحش، ده كابوس بس يعني مش دي الحاجات اللي فعلا حبيتها في السينما خالص. دي اسباب كوري للسينما. يعني مش دي الحاجات الصراحه اللي خلتني احب السينما خالص. لا انا فاكره يعني السينما دي قرآن عندنا في البيت، استحفظي يا رب يعني. بس قواعد يعني، عيد يعني فيلم جديد او حتى مش عيد، لازم فيلم بينزل السوق جديد احنا لازم نروحه. وافلام الناس ثابته يعني، احمد حلمي، معرفش مين، كذا الناس دي بابا بيقعد يعمل ريسيرش ايه احسن فيلم في السينما وبياخدنا كلنا السينما. وعشان اعتقد بابا برضو بيحب السينما جدا، فهو شخص من هو صغير بيروح السينما، ويروح للسينما اللي هي مش مفهومه. افلام يوسف شاهين ما حدش كان بيدخلها، بتتشال في اسبوع، دي ابويا كان بيدخل. اعتقد ابويا خيره على يوسف شاهين يعني. فكذلك احنا السينما كانت عندنا لا لازم مبتاع. فانا كنت من وانا صغيره هي بالنسبه لي تكييف وشاشه كبيره يعني. مش متخيله الفيلم، مش فاكره اي فيلم، بس انا فاكره احساس السينما ده اللي هو التكييف والكرسي اكبر مني اصلا والشاشه كبيره موت وانا مستمتعه. يعني الفيلم بيشغل ايه، بيقول انا بجد ما كنتش فاهمه الفيلم اصلا بيقول ايه في طفولتي، بس انا مستمتعه جدا. فدي ذكرياتي مع السينما، التكييف والشاشه الكبيره يعني، مش مهم القصه ولا اي حاجه خالص. وكتلفزيون انا كنت سفاف التلفزيون يعني، انا حافظه كل المسلسلات والافلام والحاجات دي كلها عشان ده كانت الملاذ الوحيد اللي ليا. لان انا كنت الطفله الاصغر وما كانش عندي ولا مدرسه ولا اي حاجه، فالحاجه الوحيده بتشتغل في بيتنا التلفزيون، وانا مش بتاعت كرتون. فكنت افتح بقى مسلسلات 24 ساعه اللي انا اعيش في جلباب ابي، انا حافظاه. فرح ثانيه ده يعني ممكن اسمعه لك دلوقتي. فدي ذكرياتي مع السينما. طب ماشي، انت ولا يعني مش داتي اوبنهايمر. طب ماشي، اول فيلم دخلت اوبنهايمر كان احساسك ايه؟ انا صراحه شخص برضو يعني ببص في التكنيكاليتيز اكتر، فكنت مبهور قوي بالتكنيكاليتيز، مبهور قوي بان ايه الكواليتي يعني. انا عارف لما يبقى شخص متعود على حاجه معفنه بالنسبه له دي احسن حاجه. لما راح بقى شاف اوف ده كواليتي اي ماكس، في ناس عايشه في حته ثانيه. فاوف لا ده في حته ثانيه، في سراوندينج سيستم ساوند متخلف، في شاشه مبينه كل تفصيله في الكواليتي. فدي كانت بالنسبه لي اكتر ابهارا من القصه اللي كنت فاهمها اصلا بزي اوبنهايمر يعني. هو كده نقول ما فيش فكره تفهمها ليه. يعني انا عمري فادي ما شفت فيلم ليه، انا كل افلام عمري فادي دخلت له فيلم في السينما عامه، كل افلامه مش فهمتها يعني. كادرات حلوه وافكار متخلفه بس فهمت حاجه لا. وافلامه مش عايزه حد عنده ADHD او انكزايتي او اي حاجه بتخليه يتشتت. لان هو لو انت فاتك كادر واحد عيد الفيلم بالظبط. ماشي يعني. دي كان ذكرياتك مع السينما عامه. فكرة بقى الافلام، انت دلوقتي ماشي على كبر تحب تشوف فيلم في السينما ولا في البي سي او في التلفزيون او اي حاجه؟ والله انا صراحه بحب السينما يعني، واللي انا افضله ان انا اروح الصراحه اتفرج على السينما، ولكن اتفرج لوحدي. ليه؟ لان انا اوحش شخص يبقى موجود في السينما لو معايا حد يعني ما تمنوش لد عاديه. ليه بقى؟
لان انا شخص بقعد اعمل اناليسز للفيلم كله، فبقعد اتفرج وافهم الكادر ده ليه، وانا فاهم هو ليه عمله كده، بالذات لو انا عارف البيهايند ذا سينز كمان بتاعته. فانا مثلا متابع الناس هي عملت الفيلم ده ازاي، فبقعد اتريق على الممثلين، بقعد اتريق على المخرجين، بقعد اتريق على الدي او بيز، عشان لو شفت غلطه كده ولا كده انا اكتر واحد بلاحظها. واكتر حاجه بحب اعمل اناليسز ليها وهي الفكره او الرساله وراء الفيلم ذات نفسه. بمعنى ايه؟ بمعنى الافلام ممكن تكون ليها قصه واضحه قوي زي الشمس ل 90% من الناس، ولكن بيبقى في وراها رساله مخفيه. الرساله دي هي اصلا غرض من الفيلم ذات نفسه. بالظبط. ممكن تكون رساله لتشويش عقول الناس، ده حقيقي. ممكن تبقى بتانديوس فكره زباله في عقل الناس عشان يعملوا حاجه معينه، او يحطوا فكر جديد في دماغ الناس. فانا بحب اشوف حاجه زي كده، بس ما بحبش برضو اشوفها كتير. ليه؟ لان حتى لو انت عارف ان الحاجه دي غلط، مع الوقت subconsciously هتقتنع ان الحاجات دي عادي. طب على ذكر الرساله، انا بس في حاجه تشبه وانت رساله مش عارفه ليه. في مخرج انا ما اعرفش انت عارفه ولا لا، في مصر هنا مخرج انا من كارهيه، يعني انا مؤسس كارهيه، عمرو سلامه. ما اعرفش تعرف عمرو سلامه ولا لا؟ اظن المخرج ده بيعمل افلام تبدو حلوه. يعني انا من اول على فكره مؤيدين، كنت زمان من اول مؤيدين اللي هو لا مؤاخذه والافلام دي كلها، انا بحب الافلام دي جدا. لغايه لما اكتشفت ان الراجل ده ما عندوش هويه. يعني عارف لما بتتفرج على فيلم بتحس انه مسخ، بيلزق من كل فيلم اوروبي حته ويقول لك والله بص ده فيلم تحفه عشان ياخد جوائز. يعني هو انا ما عنديش مشكله ان الفيلم يبقى حلو عشان ياخد جايزه، بس ما تعملش حاجات معينه من الكريتيريا او الكريتيريا بتاعت اجنبيه عشان تعجب بيها. بمعنى شيخ جاكسون مثلا، ما اعرفش شفته ولا لا؟ ما شفتوش لا الصراحه. ما تشوفوش، هو فيلم سيء بالنسبه لي جدا. يعني هو فيلم بيتمسح في مايكل جاكسون عشان يروح جوائز هناك، عشان يشوفوا ايه ده، بصوا العرب الفقراء اللي ما عندهمش اي حاجه وعندهم مجتمع متخلف بيحبوا مايكل جاكسون زينا، فيروح ياخد جايزه. فده بالنسبه لي فيه تقليل جدا من هويتنا عشان ترضي هويه تانية. فده ما عندوش ولا رساله ولا عنده اي حاجه، رسالته بس ان احنا متخلفين وهمج. وانا بشوف ان ده في منتهى يعني العنصريه والطبقيه اللي ممكن تشوف في اي حته. كل افلامه كده، كل افلامه هتلاقيها اخده حتت من افلام اجنبيه متلزقه، مفيش هويه، مفيش فكره، مفيش سبب، مفيش اي حاجه، تحت مسمى ان ده والله بص ده فيلم تحفه، ده فيلم سينمائي. عكس محمد دياب اللي هو عمل مون نايت، ده هو راح اخد هويتنا وغرزها في افلام اجنبيه، والناس حبتها اصلا كده. يعني الناس اشترت الافلام دي بهويته. وانت في افلام بتشوف انا ببقى عارفه ان ده فيلم محمد دياب، يعني ما اقدرش اشك ثانيه امتى اشوف الفيلم واقول ده عمرو سلامه لو فيلم معفن. ده عمرو سلامه ده. غير بيتر ميمي اللي بيسرق افلام، ما اعرفش تعرف بيتر ميمي؟ عارفه برضه صراحه. ده حرامي افلام، بنسميه حرامي افلام عشان هو بجد كل افلامه كوبي بيست. من اجل زيجو ده كان من يعني بجد اللي هو فيلم بعده، هو نفس الفيلم بتاع اسمها ايه، بيرفكت ميس سانشاين او حاجه كده، مش فاكره اسمها بس هي حاجه ميس سانشاين. هو ده من احلى الافلام اللي كنت اشوفها في حياتي، ما اعرفش شفته ولا لا. ده من احلى الافلام اللي بتتكلم عن اللي هو المحاوله اللي هو البرفكشنست او البرفكشنزم عامه. هو تحفه، كلمه تحفه قليله عليه، ارشحه لجميع المستمعين. فلا دي افلام ليها رساله، فاهمني؟ لكن افلام مالهاش رساله بشعه كتير يعني. بس ماشي، انت برضو السينما عن البي سي عامه صح؟ يعني السينما اغلبيه الحاجات بالنسبه لي كنت انا شخص برضو مش بحب الحاجات المين ستريم قوي. حلو. فانا اغلبيه الافلام الكبيره قوي او الافلام المعروفه برضو في الغالب مش هكون عارفها. ليه؟ لان انا مور اوف اندي اللي هي الافلام اللي معموله فعلا لاجل الكرياتيفيتي، مش فعلا لاجل الفلوس. مش كوميرشال يعني. فدي اكتر افلام بجد ممكن تكون بيبقى فيها رساله كويسه، بتبقى البرودكشن فيها ممكن ما يبقاش اعلى حاجه، ولكن بتكون مبينه فعلا الحاجه اختراع موت. طب اسالك سؤال على ذكر الكوميرشال، انت بتحب افلام مارفل؟ ما اتفرجتش على 90% منها الصراحه. وانا ما بحبهاش عشان بشوفها كوميرشال قوي، افلام فشار بيسموها افلام بوب كورن. افلام فلوس بالظبط، يعني افلام تخلصها مع الفشار. في برضه افلام كتير في مصر هنا 90% من افلام في مصر. هو في مصر كلها افلام فشار. يعني الا والله الافلام اللي بتشاف في زاويه، يعني هيقولوا عليها مزوينه زي حاله سابقة، بس بجد الافلام دي كده هي افلام حلوه جدا وما بتاخدش دعم كبير من الدوله او دعم كتير من الجمهور المصري، عشان مش بيضيع، عشان الجمهور المصري يتعود على افلام الفشار، فبقى شايف ان ده الستاندرد العادي، وانه اي فيلم تاني غير افلام فشار فهو مش فيلم. لكن في افلام كتير حلوه في مصر
بس مش معروفه. هي بس برضو السينما بقى ليها ستيريوتايب هنا في مصر، ده وهي حقيقي. فكره انه انا داخل اسمع كم افيه ها وقصه وكم واحد حب. شكلها حلو بالظبط كده واللي لابسه ايه وبصي دي كانت لابسه ايه في الفيلم. كل ما يحصل حاجه جديده مختلفه، زي مثلا الفيلم الاخير بتاع مم. اسماء جلال. اه اني فيلم عشان هي عامله كذا فيلم. كان اسمه ايه؟ السلم والتعبان. سينما متابعتين عشان في اخر فيلم تاني اللي هو الغاب ده القط حاجة بقى الماركتينج بتاعه كله مبني على حاجه اصلا يعني مش ده لو كانوا جايبين البرودكتس كلها قدامهم. لا، غير البرودكتس. هي اصلا لو قعدتي تعملي اناليسز للفيلم كله هتشوفي قد ايه في كميه رسائل زباله في الفيلم. بعيدا عن اصلا هو يعني من بره كمان شكله زباله، بس قصدي من جوه رسائل اوحش بكتير قوي. اللي هو مثلا فكره ان الخمره عادي موجوده في كل بيت، فاهم قصدي؟ فكره يعني احنا بنشوف حاجات المفروض اصلا ما تتشافش على الكاميرا. حلو. فواتس ذا بوينت، او ايه الحاجه اللي احنا نكون متجهين ليها الفتره اللي بعد كده؟ ما اعرفش الصراحه، بس بيبقى فيه افكار زباله. قد ايه مثلا بيشيلوا الماسكلينيتي عموما من الرجوله، ما بقاش فيه الراجل باين على انه راجل او قوامه او ايا كان، لا هو بيبان راجل ايموشنال. ودي بحسها واحده من الافكار الانديوست قوي في عقول البشر عموما، ان هو يطلع بيسموه الراجل استروجين. حلو. اللي هو شخص ايموشنال وبتاع، ملهاش علاقه بفلوس بس ليه علاقه بشخصيه الراجل ذات نفسه، ان هو بيبقى سبمسيف شويه. ماشي. السؤال اللي بعده. ماشي، انت اتكلمت عن السينما بس عندي سؤال تاني مهم قوي، عشان انت شخص يعني المفروض فنان وفنان صاعد ومخرج صاعد يا جماعه. مش المفروض انوه عن شخصيتك، بس هو بجد فيها شغل كتير قوي عايزه اشير ليك، بس مش عايزه اقول انت مين. بس هسألك سؤال قوي مهم. السينما بالنسبه لك، انت لما بتتفرج على فيلم تتفرج عليه عشان تاخد الهام منه ولا عشان بس استمتاع؟ بالنسبه لي السينما او الافلام اكتر حاجه باخدها كانسبيريشن. ليه؟ لان انا السينما بالنسبه لي هي احسن حاجه او اكتر حاجه مليانه كرياتيفيتي. ليه بقى؟ لانها مليانه كرياتيفيتي من كل الاسبكتس. عندك ميوزك كرياتيفيتي، عندك فوتوغرافي كرياتيفيتي، عندك ساوند ديزاين كرياتيفيتي، عندك كولر جريدنج كرياتيفيتي، عندك كل اي حاجه ليها علاقه بالفن كلها متجمعه في حته واحده وهي السينما. ومين اكتر حد ممكن يكون بيجمع كل دول وبيعمل منها فن لوحده؟ هو الاديتور بيعرف يعمل الستوري تيلينج وبيمسك كل حاجه شخص عملها في العمل كله وبيجمعها كلها في مكان واحد. بس بحس ان ده المخرج مش الاديتور. يعني الاديتور هو اللي بيكون بينفذ يعني الاديتور بينفذ كلام المخرج. ده كده المخرج يعني ممكن الاديتور على فكره يكون جاست مقص. لا بس مش شرط. يعني في ناس كتير شفتهم في المجال، شفتهم كتير في المجال اسبيشلي المجال المصري يعني ان المخرجين هم اللي بيحركوا الفيلم مش الاديتورز خالص. الاديتورز اللي هو اقطع هنا وحط هنا واقطع هنا وحط هنا. ده كده ممكن صراحه، بس انا بتكلم على المجال الكبير قوي الصراحه. بره يعني الاديتور صراحه حتى في اي بروجكت بعيدا عن السينما ذات نفسه هو بيجمع كل حاجه في مكان واحد بالظبط. فبحس ده اللي يعني بالنسبه لي، لا عارفه لما يبقى في مثلا مجال ابداع، كل المجالات كلها ابداع بس ده مجال بيجمع كل المجالات دي في مكان واحد. فده بيدل على قد ايه كميه الابداع اللي جواه. لا ده مش حاجه عاديه. فاهم قصدي؟ فدي اكتر حاجه صراحه بالنسبه لي بتعجبني في السينما، انها بتطلع حاجه جوايا ممكن اكونش انا قادر اطلعها بكلام. فبتبقى ميكس ما بين اغاني بتطلع في الاخر ايه الايموشن يعني. اوكي ماشي. انت بتتكلم هنا على الاديتور وكده، فانت هل في اديتور او عامه حد من صناعه السينما انت بتحبهم او بتشوف انه واو هو الانسان ده ازاي؟ كده في ناس بس مش عارف تعرفهم ولا لا صراحه. عادي شير، والناس لو مش عارفه تدخل تدور. يعني انا في ناس كتير ما كانوش يعرفوا نص المخرجين اللي انا بتكلم عنهم زي عاطف الطيب مثلا، ومبسوطه فيه ناس كتير قوي دخلت تتفرج عليه بعد ما انا اتكلمت عنه عشان الراجل ده يستحق. يعني بصي انا اغلبيه الناس اللي انا بتفرج عليها او بتعلم منها بتبقى ناس مش معروفه هنا في مصر نوعا ما وفي نفس الوقت اندي قوي او مش بيشتغلوا في الحاجات الاوف اللي هي بتاخد كل العيون. ليه؟ لان انا شخص بحب الصراحه اخد المعلومه خام الرو بتاعها. مش عايزها تعدي حوالين 100 واحد وتجيلي معلومه بايظه. لا انا عايز السورس بتاعها ايه. بالنسبه لي انا كده هعرف اطلع اكتر حاجه احسن من واحد لسه سامعها عن طريق واحد ترجمها له. واحد فانا واحد من الناس صراحه اللي كان انسبيريشن ليا قوي في بدايه فكرتي عن كرياتيفيتي، لان انا مؤمن قوي ان انا شخص مش مولود كرياتيف خالص.
يعني انا كرياتيفيتي دي بالنسبه لي حاجه ان انا فورست قوي بالنسبه لي، يعني انا فورست ماي سيلف ان انا اكون شخص كرياتيف. وهي واحد اسمه جوكس، اكيد في ناس كتير قوي عارفاه بس ما اعرفش هنا في مصر ايه الكلام. بس جوكس ستارتد في حوار الفن ذات نفسه والارت، وان هو كان بيرسم وانا كنت بعشق الرسم ساعتها. ولكن مع الوقت هو سويتشت من حوار الرسم قوي، يبقى فوكست قوي على الرسم لانه بقى بيدخل كذا فن مختلف تاني ومنها فن السينما. فهو بقى بيصور الحاجات اللي هو بيعملها، بيعمل ستوري تيلينج للفيديو بتاعه ذات نفسه كله بالستايل بتاعه اللي هو ابدع فيه وعمل الستايل بتاعه لوحده. وفي نفس الوقت بيطلع اعلى كواليتي موجوده. اوكي. فلما تعملي ميكس ما بين كل ده بيطلع لك فعلا حاجه مختلفه تقدري تلهمي بيها ناس جديده. وهو برضو في نفس الوقت مش شخص كبير، مش شخص عنده 40-50 سنه، لا هو ممكن يكون قدي. فده بيديني حافز اكتر بكتير قوي. هو لسه بيجرب اصلا، هو لسه في الاول يعني. بالظبط. فدي حاجه بالنسبه لي من اكتر الحاجات الانسبيريشنال بالنسبه لي، ان انا يكون في شخص قدي وبيعمل حاجه انا نفسي اعملها، فاقول طب وانا ليه ما اعرفش اعملها؟ طب ما اعملها، ايه المشكله؟ واجرب وافشل واجرب وافشل عادي جدا. ده منطقي. انا في مخرج بحبه اللي انا عارفاكم في عيشتكم بيه، عاطف الطيب. ليه بحب عاطف الطيب؟ رغم ان هو ممكن ناس كتير تشوف انه ايه الهبل ده، يعني هو الجيل بتاعه كان في مخرجين تقال موت واخدوا جوائز عنه كتير وبتاع، بس هو مخرج عادي. عادي. وانا عاجبني ان هو عادي، راجل بيتكلم عن مشاكله، عن المجتمع بتاعه، عن الحاجات اللي مضايقاه وبيعبر عنها. هو اكتر حد اتكلم عن الطبقه المتوسطه عشان هو طلع من الطبقه المتوسطه، اكتر حد اتكلم عن مشاكل عشان هو ليه علاقه بيها، خاضها هو شخصيا. فهو اكتر حد معبر قوي، حتى لو الكادرات بتاعته مش واو وبتاع. ودي سؤال مهم انا عايز اسالك فيه. انت بالنسبه لك الفيلم ستوري ولا كادر؟ يعني فريمات ولا حكايه؟ بحس الاثنين الصراحه. طب ماشي، لو في حاجه ايه اللي لو اتشال من حاجه هتختل الفيلم؟ يعني انا بالنسبه لي لو الكادرات مش احسن حاجه بس الفكره حلوه قوي او القصه حلوه ممكن اكمل الفيلم. لكن لو فيلم كادراته حلوه بس مفيش قصه هقفل. انا نفس الفكره الصراحه. بس انا برضو الحاجه اللي ممكن بتولد الاتنشن بتاعي الكادرات الجديده والحلوه والكالر جريدنج الحلو. دي الحاجات اللي انا بركز بقى على ايه الايموشن طالع من الحاجات دي. فلو مثلا كالر جريد ازرق فيدل على السعوديه، فانت تحسي لا دول حاسين بساعه. يعني هنا حاطين برضو فكره يعني. ايوه بس انا قصدي الحاجات دي بتهلب قوي، يعني انت اكنها زي وجبه. حلو. فانت الوجبه دي في منها ستوري، في منها سينماتوجرافي، في منها برودكشن كفوتوغرافي يعني وكده. فلو هي حاجه واحده واقعه ماشي هتقدر اكمل بواحده، ولكن مش هتبقى ألذ حاجه زي ما يبقى حاجه متكامله. يعني هسألك سؤال، انت شفت دلوقتي السينما والتعبان؟ السينما والتعبان مش كان متصور بجوده عاليه؟ متصور الجوده ماشي، جوده حاجه وسينما حاجه تانية. بمعنى ايه؟ يعني ممكن اصور باعلى كاميرا في العالم بس انا بهيم ما بعرفش اصور، طلع زي القرف. حلو. ودي حاجه انا ممكن اكون شايفها يعني ما شفتش كادر اوف ده اللي هو ده. بس نفس الوقت لو بصينا على فيلم اللي هو بتاع رامبو ده متصور ما اعرفش متصور بكاميرا ايه، بس كادراته حلو، كادراته تحفه. بالظبط. حلو. وبيشو الايموشن معبره جدا. ماشي. مش زي الكادر التاني. وده التاني برضو يعني دراماتيك، يعني حسيت ان انا مش بتفرج على فيلم مصري بكل امانه. يعني حسيت ان هو لا ده فيلم عادي ممكن تشوفه فيلم انجليزي عادي. ايوه. واعتقد ان القصه قابله ان هي تبقى عالميه، يعني مش قصه يعني فيها كده هويتنا بس ستيل ما فيهاش فكره اللي هو مصري قوي. لا هو انترناشونال عادي جدا، يمكن يروح جوائز مهرجانات، وهو راح اوريدي مهرجانات اصلا الفيلم. ماشي. انا دلوقتي اسالك بقى سؤال شخصي قوي يعني ده نستفضل على شخصيه بهميم يعني. دلوقتي انت السينما هل بجد انقذتك في بعض من المرات؟ يعني حسيت انه كده شدتك؟ مش لازم السينما اللي هي السينما اللي احنا بندخلها، السينما اللي هي السينما عامه. بصي ممكن اقول لك الصراحه ان السينما او صناعه الافلام او صناعه فيديو اسيز او ايا كان الفيديوز حلو بتطلع جانب جوايا، لان انا شخص ممكن اكون انتروفيرت شويه. حلو. او مش بحب اتكلم كتير. ولكن بتطلع حاجه جوايا انا مش بعرف ابينها ثرو كلام، مش بعرف ابينها بمشاعري. انا برضو شخص مش بعرف اشو مشاعري قوي، او ممكن اعرف ابينها بس مش احسن حد. فهمتك. اكيد في ناس احسن مني بكتير قوي، في حد بيبقى معبر اكتر عن مشاعره. حلو. فانا يعني ممكن ابين لك اعمل حاجه كامله حزينه موت حلو تبين فعلا قد ايه انا حزين. يعني انت بالنسبه لك السينما هي
يعني مش بس حاجه بتتفرج عليها او بتستلهم منها، انت ممكن تعبر بيها عن مشاعرك. انا بالنسبه لي باخدها على حاجه اعبر بيها اكتر من ان انا يعني اخدها، لا م. انا بطلع بيها. ايوه، فاهم انت قصدي؟ انت مش بس بتتفرج، مش بس متلقي، م. فانت صانع اوريدي وبتعمل حاجه ريليتد اكتر يعني. بالظبط. م. ده يعني انا في جانبين، في شخص بيتاثر قوي من السينما ذات نفسها فبيتاثر عليها هو ذات نفسه، م. في شخص تاني هو بيطلع اللي جواه في السينما. ايوه فاهم فاهمك. قصدي؟ انا كده، انا بس انا بالنسبه لي السينما هي ملاذي الاول والاخير. يعني انا بحس انه كل ما انا بقى تايهه ومش عارفه انا عايزه اعمل ايه ومخنوقه وي 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 بروح احجز فيلم، حتى لو انا مش هعمل بيه حاجه، يعني حتى لو انا مش هنتج منه شيء، انا بس عايزه ان انا يعني السينما عامه كفكره هي تاخد عقلك كده م. وتروح معاهم رحله ايوه. رحله بتبعد فيها عن مشاكلك وعن افكارك وعن اي حاجه، بتدخل في مشاكل ناس تانية م. وتعيش مع ناس تانية، فبتاخد بريك من نفسك شويتين. فكده كده السينما انا بشوف انه اي حد مهما كان صانع افلام او مش صانع افلام هو هيكون يعني السينما بتأثر فيه بشكل او بآخر، طبعا ديبند على الفيلم ايه يعني، بس السينما في المجمل. فانا بحس انه غير صانع الافلام وحتى الشخص العادي بيعمل كده. وانا برضو متفقه معاك في فكره انا بعرف اعبر، بس انا احب ان انا اعرف اعبر عن بالسينما، يعني احب ان انا اعبر بصوره، بفيلم، بفيديو صغير، بحس ان ده بيوصل رسالتي اكتر ما انا بعرف اتكلم. ده حقيقة فاتفق الصراحة. معاك في نقطه انك تعبر بيه يعني. ماشي، انت اتكلمت عن السينما واتكلمنا عن كل الكلام ده، انت بقى شايف نفسك فين في السينما؟ يعني بما ان انت شخص يعني مخرج صاعد وهتقعد نولان في البيت وبص يعني مقالق يوسف شاهين في تربته، م. فانت شايف نفسك فين؟ مش هقول كمان 5 سنين سؤال الاتش ار ده، بس شايف نفسك فين في السينما قدام؟ اديتور ولا مخرج ولا بصي بتعمل ايه؟ انا واحده من يعني كان واحده من الحاجات اللي انا بحلم بيها في حياتي كلها ان انا اكون مخرج مود. حلو. بس الاخراج او السينما عموما ممكن تكون ما بتتمشاش مع مبادئ كتير عندي. اوكي. حلو. فممكن اكون بعملها وانا يعني في حاجات جواها انا مش بالنسبه لي مش متقبلها. بالظبط. حلو. وفكره انك لو دخلت، يعني انا اعرف ناس كتير قوي في الفيلد ده. حلو. واتعاملت فيه كتير قوي ورحت كمان سيتس تصوير كتير قوي. حلو. ولكن انا بالنسبه لي انا مش عايز اوصل للحاجه دي. انا باخدها، عارفه لما يكون عندك هابت. حلو. يعني انا مثلا بالنسبه لي الدريم جول بالنسبه لي او الهدف بتاعي مع السينما عموما ان انا اوصل لليفل ان انا اقدر اعمل الاندي فيلمز بتاعتي. اوكي. حلو. وممكن اعملها وما بينهاش لاي حد خالص، حتى لو مش هتشوف النور يعني. حتى لو مش هتشوف النور انا بعملها لنفسي. مش لاحفادك. بعملها عن طريق ان انا مش ببين. هفهمك حاجه دلوقتي. انا شخص مش بعمل الكرياتيفيتي عشان الناس، لا بعملها عشان الكرياتيفيتي ذات نفسها. فهمتك. فانا ممكن اكون مثلا لحد دلوقتي بنزل فيديوز، بنزل بوستس، بنزل حاجات كلها مش هدفي منها فيوز، مش هدفي منها فلوس، مع ان ممكن يكون بيتعرض عليا حاجات زي كده، بس انا برفض. ليه؟ لان انا بعملها عشان هي، يعني انا بعمل كرياتيفيتي عشان الكرياتيفيتي، انا بعمل السينما عشان السينما نفسها، عشان حبي ليها. لو انا دخلت فيها اي نوع ما من بقيت شغلي انا هخسر تخسر المحبه اللي انت بتعملها من خلال الهوايه. بالزبط. يعني لو تفضل هوايه ما تبقاش محترف سينما، تبقى هاوي. يعني دي الحاجه اللي عارفه الهوايه اللي انت لما تيجي تعمليها انت اصلا ما تحسيش بالوقت. ايوه، ده اللي انا بحسه وانا بعمل سينما. وهتبقى وحشه قوي لو اتحولت لمسؤوليه. يعني لو فلوس او فيها او حاجه هتبقى مسؤوليه فمش هتحبها. يعني اللذه او الحاجه اللي انت بتاخدها منها هتفقدها اصلا لما تعملها بفلوس او بشكل روتيني. دي حقيقه الصراحه. اوكي، طب اسالك سؤال كليشيه شويتين كمان. لو حياتك فيلم هتختار تعمل فيلم ايه؟ تعمل فيلم عن حياتك، هيبقى عن ايه بالظبط في حياتك؟ فيلم سؤال قوي الصراحه. سؤال كليشيه موت 1100 انترفيو رخيص على التلفزيون المصري. ممكن لحد دلوقتي ممكن اسميه سولو سكسس. اوكي. او ممكن اسميه يبقى عن لونلينس شويه، مش قصدي ان انا لونلي او متضايق او حاجه كده، بس قصدي انت قصدك السايد الكويس من الوحده يعني. ممكن، او اللي هو a battle between you and yourself. انا كده الفيلم اللي انا نفسي اعمله في حياتي كلها، وهي بيحكي مشكله ما بين خناقه ما بين العقل والقلب. ودي اكتر حاجه ممكن بتجيلي انا ذات نفسي. حلو. فاللي هو ممكن يكون الفيلم بيتكلم عن شخص عنده مشكله دايما ان هو في صراع نفسي او في صراع ذاتي ما بينه وبين نفسه.
لحد ما بيوصل لمرحله ان هو فعلا انا مرتاح في اللي انا فيه دلوقتي. فبيعدي بقى ثرو فيزز كتير قوي في حياته، زي اللي هو personality، بيختار فعلا شخصيته انهي شخصيه هو عايز يوصل لها، لحد ما بيوصل لمرحله ان هو فعلا يعني ممكن يدي منتورشيبس، ممكن الناس تسمع له عشان هي انا عايز اسمع منك. فاللي هو انت بقيت نوعا ما، مش قصدي بيها ايجو او حاجه، بس بقيت ايدل لناس كتير قوي، فهمت. لانك عملت المستحيل وخضت بتجارب كتير قوي في وقت صغير. ودي صراحه لو هعمل فيلم هيبقى كده. اوكي، بعيدا عن الصوت الخارجي يعني، نوف. بس انا لو هعمل فيلم عن حياتي او عن حاجه، عايزه اتكلم عن بعيدا عن المزيكا الخارجيه يعني، عن لغات الحب عامه، عشان دي حاسه اكتر حاجه لغات الحب انها بتفرق قوي في العلاقات. فلو هفوكس على الحاجه دي في حياتي هفوكس على كده. ازاي الناس صداقات حتى، مش لازم بس الحب اللي هو بين الطرفين يعني، ده والاهل وكل الكلام ده. لا، بحس ان دي اكتر حاجه بتفرق قوي في حياتي، فانا عايزه اعمل عنها فيلم، وهحس انها تبقى معبره قوي لو عملت عنها فيلم يعني. ماشي. اخر حاجه وهي انه يعني انا اتشرفت جدا يا استاذ بهميم باستضافتك للمره الثانيه، وانا اكتر، وان شاء الله ما تبقاش اخر استضافه ان شاء الله. ليه؟ لانه الحلقه دي مش الحلقه الاخيره من البودكاست خالص زي ما انا كنت متوقعه. فكرت كتير بصراحه قبل ما اقرر القرار ده، انه اعمل فيلم، قصدي اعمل الفيلم اعمل الجزء الثاني، الجزء الخامس بقى ولا لا. بس حسيت انه مش عارفه يعني، حاسبها مفتوحه، بس يعني احتمال اكبر ان انا كده كده هعمل الجزء الخامس. واتمنى استضيف استاذ بهميم وكل الضيوف في المواسم السابقه، واتمنى الموضوع يبقى اكبر شويه، فكده كده هبقى مضطر اخد بريك لطيف لغايه العيد، ونكمل بعد العيد ان شاء الله بموسم جديد، بشكل جديد، بشكل مختلف، ومفاجآت. ولو عايزين حلقه بونس فاكتبوا لي في الكومنتس عشان اعمل لكم حلقه بونس، او مش عايزين برضو قولوا لي عادي في الكومنتس يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع المستمعين ومحبين، عشان محدش مهتم.